فراخ مشوية في الفرن مع الخضار بتتبيلة جميلة جدا، لو جربتيها هتعتمديها من غير لا سمنة ولا زيت ولا اي مادة دهنية، وهتطلع معاكي دايبة دوب زي ما انت شايفة كده. بقالي كتير مرطبتش ايدي قبل ما البس الجوانتي، فهرطب ايدي قبل ما البسه. واجهز فرخة وزنها ما يزيدش عن 1.2 جرام، اكبر من كده بتضايق في السوا. وهبدأ ان انا اعمل فيها فتحات وتنغيزات في اللحم بتاعها كده، والاماكن اللي فيها العظم، علشان ادخل فيها التتبيلة وتستوي معايا كويس، وما يبقاش فيها لا دم ولا العظم يبقى فيه لون. زي ما انت شايفة كده فتحات عشوائية سهلة وبسيطة، وكلها في صينية واحدة، مش هتحتاجي ان انت تستخدمي حلل كتير وحاجات كتير. نجهز التتبيلة بتاعتها: معلقة صغيرة من الملح، زيها فلفل اسمر، كزبرة وكمون وزعتر بري، بابريكا مدخنة لو مفيش يبقى بابريكا عادية، بصل بودر وتوم بودر، ونص معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقتين من الخل، خل ابيض او خل تفاح عادي، انا استخدمت خل تفاح. هقلب المكونات كلها مع بعض، وهبدأ ان انا امسج الفرخة بيها. هجيب الفرخة كده وافضل ادعك فيها بالتتبيلة من بره ومن جوه، ادخل التتبيلة جواها كويس، وتحت الجلد لو عايزة. المهم ما تسيبيش حتة فيها الا ما تدخلي فيها التتبيلة. هحط جواها بصلة وليمون، بتطلع جميلة جدا، والريحة بتاعتها بتفرق بجد. الليمون مع البصل جواها بيفرق. هجهز عندي الخضار، اي خضار موجود عندك. كان عندي كوسة وجزر وفاصوليا خضراء وبطاطس، عايزة تحط اي حاجة تانية حطي، تشيلي حاجة اللي يعجبك براحتك الموجود. وهتبله بنفس تتبيلة اللي تبلت بيها الفراخ، ما عدا القرفة والخل، نفس كل التوابل ما عدا القرفة والخل. في الصينية حطيت الخضار تحت، وحطيت فوقيه الفرخة، وهبدأ ان انا اغطيه بورق زبدة وورق فويل. لو عندك اكياس حرارية جميلة جدا تقدري ان انت تستخدميها، بس انا كانت خلصانة من عندي فعملت كده، وطلعت برضو مستوية وجميلة. اهم حاجة بس انت تقفلي عليها كويس عشان البخار بتاعها ما يطلعش لبره، وتولعي عليها الفرن من تحت. تاخد حوالي ساعة، ساعة وربع، على حسب انت تشوفيها. ما تحطيش فيها مية ولا تحطي اي حاجة، هي الفراخ هتنزل الدهون اللي فيها. وبعد كده في الاخر ابقي شغاله عليها الشوايه تاخد لون من فوق خفيف. هنا بعد ما طلعت جميله قوي الصراحه، وريحتها كانت تحفه ومستويه جدا، وما حطيتلهاش ميه خالص، ولا زيت ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه. وكنت حطاها في الرف اللي في النص في الفرن. شايفه طريه ومستويه، والبصل اللي جوه طالعه دايبه حرفيا. جميله جدا، لازم تجربوها. ما تنسيش لو عجبك الفيديو اشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شفت الفيديو للاخر شكرا ليكي، وقلنا بتشوفينا منين.